الخير. أهلا وسهلا بكم محبينا من بغداد، من العاصمة العراقية الحبيبة، من بغداد التي أصبحت حديث آسيا، من بغداد بهذا الحضور الجماهيري الكبير جدا، لا تكاد أن تجد موطئ قدم بينهما، بالتأكيد بينهم لا يوجد موطئ قدم. هذا الملعب الذي يتسع لأكثر من 30,000 متفرج، صدقني عزيزي المشاهد لو كان يتسع لأرقام مدبلة لأضعاف هذا الرقم لوجدته ممتلئ عن بكرة أبيه. أيها السيدات والسادة، أيها الأحبة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه بروز عرضية. النصر يبدأ من الجهة اليمنى، عرضية طويلة للجامي، عرضية رأسية لكنها بتتخلص، لا يتواجد إلا 3 أساسيين. الكرة في الجهة اليمنى، مستوى عبد الله، جعلنا نشوف مختار علي أساسيا، بالإضافة بالتأكيد الكرة باتجاه ساديو قوية بالتأكيد، والتسديدات من خارج المنطقة هي السلاح بالنسبة للنجم السوري. بينما الحديث عن من يظهر في الصورة إنه أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه. مباراة النادي الأهلي الأخيرة في الدوري، المباراة اللي انتهت 1-1، يحيى عرضية إلى الأمام من المواس، لكن أوتافيو بلمسة إلى تاليسكا. نخبة، فمن يكون من ضمن النخبة؟ كل المشاركين من ضمن النخبة، لكن من يسجل نفسه بأول فترة؟ يسرى محمود بيحاول المرور، مررها على طول، لكن هنا النجوم قطعها على طول، قطع فيها فوز، والغنام يبحث عن الهدف الأول. الهدف الأول يأتي عن طريق آخر من سجل أهداف النصر، هو من يفتتحها اليوم، هو من يفتتحها اليوم، إنه الغنام. ويا كبر الغنيمة يا سلطان، يا كبر الغنيمة يا سلطان، حمل شارة القيادة وقال لهم الليلة أحملكم نحو الأهداف، أشيلكم نحو الشباك، في كل مباراة ستجدونني هنا. سلطان يا سلطان، ما أجمل الغنام، ما أجمل الغنام. عليك أن تدع مجالا للتفاؤل دائما. الأخضر الذي يقترب، برافو بينتو، جاي تاليسكا استلم، سدد بيسراه اليسارية، قادرة على تحقيق الكثير من الأهداف. وللعلم بأن هذا اللاعب الذي يظهر في الصورة هو ثاني أكثر. الله إلى بروزو، يا سلام لو مشت في اللايف، لأن غريب كان يقترب من إضافة هدف ثاني، لكن باسل حصلها. ياهي فرصة كبيرة للنصر كانت عند غريب. شوف اللقطة، الخطأ من أحمد باسل بالشكل الجديد بالنظام الجديد. راح نشوف تعود باتجاه سيماكان، طويلة إلى الأمام باتجاه تسديدة ممكن، لكن أوتافيو، يا سلام. الشرطة يحاول، سالم حذاري من الأخطاء، حذاري من الأخطاء. حالة من عدم التفاهم ما بين سالم وما بين سيماكان جعلت محمد داوود يسجل أول أهداف الفريق العراقي. مجانين الجيثارة الخضراء يحتفلون الآن بكل صخب، بكل جنون، بالتأكيد احتفالية كبيرة عن طريق محمد داوود الذي يسجل للشرطة أول أهداف في مباراة اليوم. حسرة من جانب الجماهير النصراوية، بينما عشاق الجيثارة الخضراء هم من يحتفلون. المجانين يقدمون بالتأكيد الجنون داخل العب على طول، لكن بالتأكيد بأن هذا الهدف سيدولي هنا في بغداد. الكرة بتصل باتجاه عبد الرحمن غريب، التغطية من غنام، عرضية باتجاه من؟ بروزو بالراس، جودة الكرة باتجاه إلى جامي، حذاري من الأخطاء. اقترب الهدف الثاني، يقترب تاليسكا استلام، الكرة باتجاه المواس من حسن الحظ. يا سلام، هنا النصر يا ساديو، هنا النصر يا ماني. لا يمكن، كرة سهلة باتجاه المرمى، أكيد واضح الحماس الكبير عند اللاعبين. إلى الوراء، محاولة المرور فيها مشروع مرتدة إلى الأمام، رأسية مشيها في الجهة اليمنى أمام السيماكان، يعدي ولا لا؟ برافو السيماكان، تدخل في التوقيت السليم، لكن
التدخل كان مرفوضا بقرار حكم المباراة، والتدخل يعطي الشرطة العراقي. تلعب اتجاه المواس ولا مين؟ عرضية. ما رأيك عزيزي المشاهد عزيزي النصر؟ اليمنى فيها لجامي، الغنام غريب، ثم وسط الملعب هذا يخطفها براسه لا أحد. كرة لجامي، عرضية الغنام إلى أوتافيو إلى غريب، الكرة راحت إلى ركلة زاوية لمصلحة النصر على بس الكولينج بريك بالتأكيد. عشان كده ترول ثم محاولة تسديد لكن أوتافيو الغنام مرتدة من المواس بمشيها لمحمد داوود. الصافرة يا سالم، الصفراء قد تكون يا سالم. الكرة بتعدي إلى خطأ لمصاص لكن بروزو في التغطية، عرضية مختار جاسم لكن تقدم فيها شوف الحالة، عدى أول والثاني التقدم فيها أوتافيو، فيها المرور بالرؤوس، عرضية إلى ساديو لكن بعيدة من الكرة باتجاه بروزوفيتش، طالت وانتهت إلى البرتغالي أوتافيو. ساديو بالراس، ساديو ماني. الكرة الأولى لمصلحة النصر في الشوط الثاني بتروح إلى ماذا؟ ركلة مرمى ولا كورنر في انتظار تأكيد حكم المباراة. بينما هذا الذي طويلة من الأمام باتجاه سلطان الغنام خلصها قبل الموغل. يتاليسكا على النصر أن يستغل، الباسل يتصدى ويكون باسلا أمام هذه الكرة، يستبسل أمام تاليسكا. يا تاليسكا كنت على موعد مع الهدف العاشر بقميص النصر في البطولات الآسيوية، لكن التصدي من أحمد والكرات الساقطة أرجوك صح. الكرة بتعود لا زالت عنده لكن سلطان برافو. يتقدم البرازيلي، جميلة باتجاه أوتافيو، كرة العرضية الرأسية من عرضية لكن ينتظر لا زال منه البناء. مشكلة كبيرة هذا التصرف يعني. أنخيلو يتقدم من الجهة اليمنى، محاولة المرور، برافو سالم، عرضها يا نجدي. المين؟ نصراوية، أفضلية نصراوية لكن على النصر أن يستغل من خارج منطقة الجزاء. العرضية وصلت إلى سالم، لجامي باتجاه أوتافيو، لغت إلى تلسك من مسافة بعيدة لكنها كادت أن تكون قريبة في المرمى، عدت يا تلسك. فهد بيلعب له كرة أوتافيو، برافو عليك في أول كرة مشاها إلى مختار، عرضية آخر، عرضية لمصلحة من؟ القدم اليسرى، يتاليسكا بالقدم اليسرى. هي الجديدة الإضافات في تشكيلة يا سلام جميلة وصلت إلى تاليسكا. أين أنت يا الغنام؟ أنت الوجه الهجومي. أوتافيو عرضية سيمكان لكن عدت على طول. أعمل بطريقة المهاجمين. In a small forgotten town, there existed a house that no one dared to enter. This house, cloaked in layers of dust and mystery, had a sinister reputation, all centered around a single old doll. The doll, with porcelain skin and piercing blue eyes, had an aura that made the bravest souls tremble. Children whispered tales of its glowing smile appearing in the darkness, watching, waiting. Just one look, they said, and you would never be the same again. The legend began many years ago when the house's original owner, an eccentric toy maker, gifted his daughter the doll. The girl, with her golden curls and innocent laughter, adored the delicate figure. But soon the laughter turned to screams and the joy to silence. The toy maker's daughter vanished mysteriously one cold winter's night, leaving only the doll behind, sitting motionless on her bed, its eyes gleaming in the moonlight. As time passed, the house fell into decay, and the memory of the toy maker and his daughter faded into the shadows of history. But the doll remained, untouched by dust echoing the frightful past. It was said that every full moon, soft whispers and faint giggles could be heard from the house, accompanied by the faint melody of a long-forgotten lullaby. If you listened carefully, you could hear the doll calling out for a playmate in the dead of night. One fateful evening, a group of curious teenagers dared to uncover the truth. Armed with flashlights and bravado, they ventured into the eerie house. The air inside was thick with the weight of untold stories, and the darkness seemed to claw at their very souls. They followed the faint sound of the lullaby, their hearts pounding in unison, leading them to a room at the end of a long corridor. There, bathed in the silvery glow of the moonlight, sat the doll, seemingly waiting for them. As they approached, a chilling breeze swept through the room, extinguishing their flashlights. Panic surged as the doll's eyes flickered to life, its painted smile widening unnaturally. Shadows danced on the walls, whispering secrets of the past. The teenagers tried to retreat, but their feet seemed glued to the floor. The once lifeless doll began to move,
standing slowly, and with each step it took, the air grew denser with fear. They realized too late that they had awakened something malevolent. With a scream, one of them managed to break free, pulling the others with him. They stumbled out of the house, leaving the doll behind. To this day, the house remains uninhabited, a grim reminder of the night the doll almost claimed new victims. People still speak of it in hushed tones, and the bravest of hearts tremble at the mere thought of what lurks within those walls. The haunting of the doll lives on, an eternal tale of horror and mystery.